طويله وعاليه، تاني حجازي لامس، وقت الحكم بيقول ضربه نار. احمد حجازي طالع في دماغه، معاه مدافع من الاتحاد، لكن لمس الحجازي وتطلع واداها ضربه مرمى محمود عاشور. ادي اللعبه تاني، وادي حجازي طالع، وادي اتلعبت وهدف. هدف لصالح النادي الاهلي من عماد متعب في الدقيقه 34. عماد متعب يعود لهوايته المفضله ويسجل الهدف الاول للنادي الاهلي. الهدف الاول للنادي الاهلي وابتسامه كارتون وابتسامه سيد عبد الحفيظ. عماد متعب هدف جميل من ضربه ركنيه اتلعبت سريعه، الركنيه الثالثه اداها كلنا اترقصنا فيها الحكم، لكن اداها ضربه ركنيه اتلعبت على طول، وادي على طول التهنئه لعماد متعب تحت المختار. تبع ادي اللعبه اهي، محمد هاني اتلعبت عدت، وهي دي لمست حجازي ومتعب على طول نازل لها ولعبها حلوه وهدف جميل لصالح النادي الاهلي. نازل لها حلوه، هنا خبره الهداف يا جماعه عمله صعبه جدا في العالم كله. نزل لها بشكل جيد جدا، حجازي لمست، متعب على طول ما استناش بقى ولا فكر، نزل لها بشكل جيد وبقوه لعبها، وهدف اول للنادي الاهلي في الدقيقه. الخمسه الاوائل من الخمس مجموعات بيصعدوا ان شاء الله للنهائيات مباشره. عبد الرحمن فاروق نص الملعب، باصين ثلاثه نادي الاتحاد بعد طرد دقيقه 23 بقى ليه غلبه افضل في الملعب. وادي تاني على طول اوباما، ماشي اوباما وبيسقط واحده حلوه جول، حلوه جول. بقول لحضراتكم حلوه. ومين؟ الالفي، احمد الالفي. خطأ تاني في صفوف النادي الاهلي، وادي مختار بيشاور له على طول، واحمد الالفي بيدي الهديه على طول للكابتن مختار بنزوله الدقيقه 34. احمد الالفي بيسجل تقريبا في نفس الدقيقه اللي جاب فيها عماد متعب. احمد الالفي بيسجل هدف التعادل لنادي الاتحاد. الالفي يسجل التعادل، وادي على طول مارتن يول واسامه عرابي وسيد الحفيظ باين عليهم الهدف. بقول في حضراتكم اللعبه دي بتتكرر على طول، حجازي وكان سعد سمير ثم نجيب نفس اللعبه، اوباما بيسقطها، الالفي قطع من النص ورايح وعلى طول بيلعبها، وهدف التعادل لنادي الاتحاد. اعتقد الاستوديو التحليلي مع الزميل العزيز تامر صار استاد النيل والكباتن علاء نبيل وعلاء ميوب وخالد بيبو هيكون ليهم كلام